عايزك تعمل لايك وشير عشان عايز الحلقه دي توصل لاداره الاهلي، عشان هقول لك في الحلقه دي ليه النادي الاهلي مستواه وقع رغم كل الفلوس والصفقات اللي اتعملت. يعتبر الموسم دوت موسم صعب علينا، ده احنا كمان ممكن نطلع بموسم صفري لا قدر الله. عشان كده جاي اقول لك اسباب اللي خلتنا نوصل للحاله دي، وكمان هقول لك الحل عشان نخرج من الورطه دي، وكمان هقول لك تصنيفات فرق افريقيا في قرعه دوري ابطال افريقيا، وهل ممكن الاهلي وبيراميدز يكونوا في مجموعه واحده ولا لا. واخر حاجه هقولها لك غربله سيد عبد الحفيظ واول قراراته واصطدامه مع لاعب نجم في النادي الاهلي. عشان ارد على كل الاسئله ديت عايزك تركز معايا وتصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في السودان وتعمل فولو ولايك وسبسكرايب وتفعل زر الاشعارات. احنا بنتعب يا شباب، عايزين نلاقي مقابل، ويلا بينا نبدأ. اول حاجة هتكلم عليها هي اسباب وقوع النادي الاهلي. النادي الاهلي وقع وقعة غريبة في المستوى، في اللياقة. احنا كجمهور الاول كنا بنتفرج على اي ماتش، اول حاجة بالنسبة لنا الاهلي هيكسب. دلوقتي بقينا ندخل الماتش مقلقين، ممكن نخسر ممكن نتعادل. بصراحة خايفين، كنا خايفين في ماتش الزمالك، كنا خايفين في ماتش بيراميدز واتغلبنا في ماتش بيراميدز. فليه وصلنا للحالة دي؟ الاهلي وصل للمستوى دوت لسبع اسباب. اول حاجة بيع وسام ابو علي. وسام ابو علي كان مهاجم هداف ومهاجم نجم، خلانا نوصل لمرحلة اللي احنا حاليا ما عندناش مهاجم. بتقول لي امال جراديشار ومحمد شريف، اقول لك لا دول لا يصلحوا. انت كان عندك مهاجم سوبر بيخلص لك اي ماتش مقفول، دلوقتي انت بعته بفلوس كتير، هتدفع فلوس اكتر عشان تعوض اللي مشي ده. مش اقول لك الحلول دلوقتي، اقول لك الحلول بعدين. ندخل على المشكله اللي بعد كده. المشكله رقم 2، النادي الاهلي في نهايه الموسم اللي فات باع لعيبه كتيره من غير ما يعوض اماكنها، اهمهم عمرو السوليه وتاني واحد رامي ربيعه. هتقول لي ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ اقول لك ده سبب مهم جدا ما تقللش منه. عمرو السوليه كان ممكن في ماتش يديك سرو او اتنين يخلص لك الماتش، لكن انت حاليا الموضوع دوت اثر عليك. هتقول لك ما عندنا امام عاشور، اقول لك ده السبب رقم 3. امام عاشور متصاب بقاله فتره طويله من ساعه كاس العالم لغايه دلوقتي، ده اثر بشكل جذري على مستوى النادي الاهلي. عشان كده ندخل على السبب اللي بعد كده. السبب رقم 4، بيع علي معلول. هسألك سؤال، علي معلول دوت لو كان بيلعب دلوقتي مش كان يبقى احسن من كل الموجودين؟ هتقول لي سن وبالسن، ده الراجل لغايه دلوقتي بيأدي. انت ازاي تمشيه وما تجيبش ليه بديل نفس مستواه؟ هتقول لي يحيى عطية الله، ده هو ده لاعب؟ هو ده لاعب؟ علي معلول ما كانش ينفع يمشي، كان المفروض يكمل مع النادي الاهلي لغايه ما يعتزل حرفيا تكريما ليه. بس هنقول ايه بقى، هم المدربين منهم لله. السبب اللي بعد كده هو بيع محمد عبد المنعم قبل ما تلاقي ليه بديل. انا مع بيع محمد عبد المنعم، بس مين البدل اللي محمد عبد المنعم؟ مفيش. محمد عبد المنعم ما كانش مدافع بس، محمد عبد المنعم كان مدافع وبيطلعك بالكوره وخط وسط ومهاجم. ده جاب لك افريقيا بهد من علي معلول، الاثنين اللي بتكلم عليهم. فده كان سبب قوي جدا لضياع مستوى النادي الاهلي. السبب اللي بعد كده الاستخسار في المدرب. يعني انت بتصرف فلوس كتير، تيجي عند المدرب تستخسر تدفع فيه؟ طب ده كلام؟ هو ده ريبيرو ده ينفع للنادي الاهلي نروح بيه كاس العالم؟ ده انت كنت كملت بعماد النحاس كان احسن لنا يا راجل. مستوى سيء جدا واستخسار جدا في الفلوس. كل النادي الاهلي ممكن يدفع في اي مركز ما عدا في المدرب. انا مش فاهم السبب ايه. مفيش غير بس مانويل جوزيه زمان في المره الثالثه اللي جه فيها، لكن غير كده استخسار في المدربين، وده غلط جدا. اخر سبب معانا هو لغيت سقف المرتبات، لغيت الفئات، بقت خلطبيطه. زيزو انت عايز كام خد، تريزيجيه انت عايز كام خد. بقت كل اللعيبه عندك بتفكر في الفلوس بس، كلهم عايزين ياخد مرتبات اعلى. كل يومين واحد يقول لك مروان عطيه كان كل شهر يقول لك عايز زياده في المرتب. دمرت سقف المرتبات. ايام زمان، ايام ابو تريكه وعماد متعب وبركات، كانوا بيوقعوا على العقد والنادي الاهلي اللي يحط لهم المرتب. انت متخيل الفرق؟ ده دمر عندك الاستقرار وغرفه الملابس. عشان كده يلا اقول لك على الحلول. 4 حلول لو اتعملوا النادي الاهلي هيرجع لمستواه. اول حل فيهم هو لازم تجيب مهاجم سوبر في اسرع وقت ممكن. شهر واحد اللي جاي لازم يكون عندك مهاجم سوبر، ده مفيش كلام. لازم مهاجم في مستوى وسام ابو علي مش اقل. ما نستخسرش، خد كل الفلوس اللي خدتها من وسام جيب بيها مهاجم تاني، ده الحل الوحيد اللي عندك. تاني حاجه انك تجدد وتطور خط الدفاع. خط الدفاع كله عندك لا يصلح، كل الموجودين عندك دول ينفعوا يقعدوا دكه لكن دول مش اساسيين. لازم ترجع محمد عبد المنعم، لازم تجيب واحد في مستوى علي معلول. يعني عندك قلب الدفاع وباك شمال لازم يتعوضوا. تالت حاجه انك تصبر على المدرب. خلاص انت اخترت المدرب وجبته بكامل ارادتك، لازم تديله فرصته كامله وتصبر عليه. وتحميه من الاعلام لما يجي يهاجم المدرب المفروض اداره النادي تحميه، ما تضحيش بيه زي موسيماني لغايه دلوقتي انا مش فاهم هو ليه مشي. النقطه اللي بعد كده والاخيره
لازم كابتن سيد عبد الحفيظ يسترجع سقف المرتبات. خلاص يبقى في فئه اولى في اي بي، وفئه اولى فئه تانية، وكل واحد ياخد على قد امكانياته وعلى قد سنه وعلى قد مهارته وعلى قد هو هيعرف يجيب اعلانات ولا لا. مش خلطبيطه اي حد عايز فلوس يطلب فلوس. ده هيخلينا نرجع لاخر نقطه، المشكله واول قرارات سيد عبد الحفيظ وخناقته مع لاعب في النادي الاهلي. بس قبليها عايز ارد على نقطه قرعه دوري الابطال. دوري الابطال النادي الاهلي فئه اولى. هتقول لي امال بيراميدز؟ لا، نادي بيراميدز فئه تانية. طب مين في الفئه الاولى؟ عندك نادي الاهلي، صن داونز، الترجي، نهضه بركان، هم دول فئه اولى. دول كده ايه، هيبقوا على راس كل مجموعه. ونادي بيراميدز فئه تانية. ايه ده، يعني ممكن النادي الاهلي يكون مع نادي بيراميدز في المجموعه؟ لو القرعه جابت كده ينفع. شفناها كذا مره، كان بيكون معانا الزمالك ايام ما كان الزمالك بيروح، لكن دلوقتي بيراميدز اخذ مكانه. كان بيبقى الاهلي والزمالك، دلوقتي هيبقى الاهلي وبيراميدز عادي جدا. بس لو الاهلي وبيراميدز في المجموعه تتوقع اللي هيحصل؟ الموضوع خطر وصعب علينا. نادي بيراميدز حاليا فريق قوي، والنادي الاهلي لسه مظبطش دنيته وما حصلش انسجام مع المدرب، فربنا يستر. ندخل على النقطه الاخيره، هي سيد عبد الحفيظ وغربله اللعيبه واول قراراته. سيد عبد الحفيظ واخد تصريحات وتوكيلات قويه جدا من اداره النادي الاهلي، من الخطيب ومن ياسين منصور. مشي واحنا نجيب. هتقول لي يعني ايه الكلام ده؟ هقول لك في قائمتين بيحصلوا. قائمه اولى من المدرب هيمشي فيها لعيبه في شهر واحد اللي جاي، بتتكون من 4 أو 5 لاعبين. وقائمه تانية بتبقى من كابتن سيد عبد الحفيظ، دي في نهايه الموسم هيغربل فيهم اي حد، مفيش حد معاه حمايه. اي حد مستواه لا يليق بالنادي الاهلي هيمشي، والقائمه دي مفتوحه. في المقابل النادي الاهلي هيعمل صفقات من 4 ل5 لعيبه شهر واحد اللي جاي، اهمهم راس حربه وباك شمال وقلب دفاع. وخد مني ما تراجعش ورايا. عشان كده اول قرارات كابتن سيد عبد الحفيظ وكشر عن اريابه فيها مع اللاعب دوت قال له انا عايز 40 مليون عشان اجدد. كابتن سيد عبد الحفيظ قال له مش هتجدد. ما هو مش بالمنطق والعقل يجي جون ولا مدافع يجي يقول لي عايز 40 مليون ليه؟ هو انت فاكر نفسك مين؟ اللاعب قال له انا جاي لي عروض من الدوري التركي، وانا مفروض بلعب مع منتخب مصر وبلعب في كل المراكز، مفروض اخد مبلغ كبير واتقدر وابقى من فئات الفي اي بي. اللاعب دوت كوكا زي ما تقول، شايف نفسه وعايز رقم كبير، بيقول انا اتساوى باي حد، انا بلعب في اي مركز وبيجي لي عروض من اوروبا وفي نفس الوقت بلعب مع محمد صلاح وزيزو في المنتخب. عشان كده كابتن سيد عبد الحفيظ قال له اركن ملف تجديدك على جنب لغايه ما نشوف لك عرض وتتباع شهر واحد اللي جاي. بس هل الطريقه الشديده اللي داخل بيها كابتن سيد عبد الحفيظ هتجيب نتيجه مع اللعيبه ولا لا؟ بس انا حرفيا الحلول اللي قلتها ديت لو اتنفذت النادي الاهلي هيعدي من الازمه اللي هو فيها. عشان كده مش عايزك تبخل عليا بلايك وكومنت وسبسكرايب وتفعل زر الاشعارات، احنا بنتعب في الحلقات. وما دام وصلت لهنا يبقى اكيد الحلقه عجبتك، وعايزك تقول لي الستايل اللي انا همشي بيه الفتره الجايه عاجبك ولا لا. ولو في موضوع عايزنا نتكلم فيه يا ريت تكتبه لنا في الكومنتات. وبس كده.